السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم كل خير من كل قلبي. أتمنى تشوفون هذا الفيديو وأنتم بألف صحة وعافية. بمحض الصدفة قبل فترة سويت هذه طريقة الطحينة، وقلت بما إنها طلعت مرة لذيذة راح أجربها معاكم. سهلة جدا، بدقيقتين تكونوا مخلصين هذه الخلطة. لذيذة جدا، أعطيها 3 نجمات لأنها مرة لذيذة. فبسم الله خلوكم معي. أول شيء راح أضيف الطحينة السائلة. راح أكتب لكم بإذن الله المقادير بالضبط في صندوق الوصف. طبعا تقدرون تزيدون وتنقصون الشيء اللي انتم تحبونه، لكن نصيحتي لكم جربوا الطريقة الأساسية وبعدها تزيدوا ونقصوا الشيء اللي تبونه. الحين راح أسوي الطحينة بالأول وبعدين راح أضيف الإضافات. راح حطيت الطحينة السايلة وبعدها راح أضيف الموية شوي شوي إلين نوصل القوام اللي راح أوريكم إياه. ما في معيار معين. ليش؟ لأنه من كذا كيف أقول لكم قوام يختلف على حسب ما تحبون، لكن أفضل قوام هذا اللي سويته معاكم. ملح وفلفل أسود، وراح أحط فص ثوم اختياري طبعا ثوم، وراح أحط جبن بارميزان والكزبرة آخر إضافة عندي. راح أحركها مرة ممتاز بهالطريقة. وبقى شيء اختياري راح أسويه معاكم الحين قبل ما إني أقدمه معاكم. ولو حسيتوا إن في شيء تحتاجون تزيدون زيادة زي الكزبرة هنا، أنا حسيت إنها تحتاج وإن طعم الكزبرة يكون واضح فيها فأضفت زيادة. آخر شيء لو تحبون شطة حارة يعني لذعة مرة خفيفة، أو ممكن بابريكا باردة وتكون مدخنة كذا فيعطيكم طعم مرة لذيذ. طبعا هذا اختياري طبعا. وبس شوفوا كيف القوام، تبارك الرحمن ما أحكيكم عن الطعم. جد حتى لو على شوية كذا خبز تاخذونها معاه ولا أحلى من كذا، بس صراحة مرة لذيذة مع الكبسات. فجربوه اكتبوا لي في الكومنتات. وبس راح أقدمها معاكم. حبيت إني أزينها بشيء منها وفيها، ما يكون شيء ما له يعني اتصال بالوصفة. فراح أزينها معاكم في كذا شيء ممكن زينها. ممكن بابريكا، بس أنا حطيت كزبرة وحطيت شوي زيت زيتون وبس. بألف صحة وعافية علينا وعليكم يا رب. أشوفكم فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.